أذكركم في هذه المواجهة مواجهة تأتيكم في 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. غدا الجمعة إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية عربية للجزائر رغم صعوبة المنافس والخصم سويسرا. تأتيكم في تمام الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة بتعليق الزملاء حبيب دراجي على ماكس 1 وتعليق أحمد البلوشي على ماكس 3 تحديدا في مدينة فانكوفر الكندي. إذن مواجهة عربية للجزائر أمام سويسرا في مواجهة كذلك منتظرة. الأمال إن شاء الله كبيرة في استمرار منتخب آخر إضافة للمغرب في وصول إلى دور ثمن النهائي إن شاء الله الجزائر ثم مصر، وتكون المسيرة مستمرة في فرحة عربية للمنتخبات العربية. المنتخب الجزائري قدم مستوى مميز كذلك بإيجابيات كثيرة أمام النمسا، إن شاء الله أن يقدم مباراة كبيرة كذلك أمام سويسرا إن شاء الله. خلينا الأول نبتعد عن العاطفة في الكلام ونقول إنه الحظوظ للمنتخبين تقريبا شبه متساوية. مباراة فنيا وتكتيكيا وحتى بدنيا أنا في رأيي الشخصي أراها 50-50. الأمنيات بالطبع أن المنتخب الجزائري يواصل عطاءاته الكبيرة ويكون في أوج عطائه رياض محرز وبقية اللاعبين إبراهيم مازا وبقية اللاعبين يظهروا بأفضل صورة ممكنة، لأنه كمان المنتخب السويسري عنده بعض العيوب. صحيح المنتخب تصدر مجموعته وقدم مستوى جيد، ولكن عنده بعض المشاكل وخصوصا في خط الدفاع اللي يقدر المنتخب الجزائري يستغلها إن شاء الله. أملنا كبير جدا، ده في جزء الواقع اللي بيفرض علينا ان احنا نتكلم بالمنطق. العاطفه بتقول انه حتى الدوافع والجمهور والدعم الكبير اللي بيلقاه المنتخب الجزائري سواء من الجمهور او من المسؤولين في الفتره الاخيره وفي الايام القليله الماضيه بتقول انه ان شاء الله هيكون في دفعه كبيره وهيحدث الفارق وهيحدث التفوق امام المنتخب السويسري في هذه المباراه، وان شاء الله يتخطى العقبه وبعد كده نشوفه في الدور التالي امام الفائز من غانا وكولومبيا. جميل. إذا سويسرا أمام بتفائل الجماهير الجزائرية دائما ما تكون متفائلة. شوف المنتخب السويسري منتخب صلب ومتعاون ومتكاتف، تشوفهم كفريق واحد يقدم أداء الحقيقة متميز، لكن فريق الجزائري فريق جميل. قوي. من يتأهل؟ الفريق الجزائري قوي، لكن أخشى عليه من حارس المرمى. من يتأهل في المباراة؟ جزائر والبرتغال كرواتيا. البرتغال والجزائر واسبانيا من الجهه واسبانيا. 3 منتخبات: اسبانيا، كرواتيا، الجزائر. الجزائر، البرتغال، اسبانيا.